بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قناة مستر شيف سامح. إن شاء الله هنعمل النهاردة صينية كنافة بالمكسرات تستاهل بقكم. إن شاء الله هنعرف على مقادير الصينية وإزاي تطلع زي بتاعة المحلات، طرية ومقرمشة وجميلة ومتماسكة. إن شاء الله تابعونا لآخر الفيديو وهنوضح كل حاجة مع بعض ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا النهارده انا معايا مقدار كبير، بس هنتكلم النهارده على مقدار الصينيه اللي هو كيلو، يعني هتتكلم على كيلو. لو معانا مثلا كيلو كنافه، عليهم نص كوبايه سكر بودره، عليهم كوبايه ونص من السمنه او 300 جرام سمنه تكون سايحه. الاول بنجيب الكنافه نفككها من بعض كده وبنضيف عليها سكر بودره ونقلبها كويس، ونبدا نضيف نص كوباية من السمنة، ونبدأ نخلط الكنافة مع السمنة مع السكر كلهم مع بعض، يعني كلهم يتداخلوا مع بعض كده، السمنة والسكر والكنافة يشربوا من بعض كده. ومعايا الصينية هيت، صينية مقاس 35 أو صينية 40. نبدأ ندهنها بشوية من السمنة، وعلى طول نحط الأرضية في الأول، نفرش أرضية كده من الكنافة بالراحة كده خالص. بعد طبعا ما نكون فككنا الكنافة من بعض خالص كده، نبدأ نوزع الكنافة كلها في قعر الصينية، نعمل طبقة متوسطة. طبعا اللي حابب يزود، لو الصينية صغيرة هتكون طبعا السماكة بتاعة الكنافة كبيرة، لو الصينية كبيرة هتكون السماكة صغيرة. دي كلها طبعا في ايدينا وفي حسب مقاس الصينية اللي احنا بنستخدمها. زي ما قلنا هنجيب نص الكمية، يعني مثلا هنجيب نص كيلو من الكنافة، نفرده تحت كده، ونبدأ نضغط عليه ضغطة حلوة كده لحد لما الكنافة كلها تتماسك مع بعض. أهم حاجة طبعا ضغطة بكف الإيد كده عشان نسكن الكنافة في الصينية. وطبعا ديت من أسرار إن الكنافة كلها تطلع متماسكة، مش تطلع مفرهطة أو تطلع غير متماسكة. إن هي الضغطة ديت بنسكن الكنافة كلها، وبإيدينا طبعا بنحس بالكنافة إن كانت في حتة بارزة، حتة مش فيها كنافة، دي بنحس بيها واحنا بنفرد الصينية. معايا على طول الحشو بتاعة الكنافة، معايا جوز هند وزبيب، واللي حابب طبعا يحط سوداني، دي كلها اختياري. اللي حابب تطلع سادة كده مفيش أي مشكلة فيها، دي كلها اختياري. ادي الزبيب بنفرده أو نوزعه في الصينية كلها كده، وشوية من جوز الهند كمان برضو بنوزعه في الصينية. زي ما قلنا أي حشوات متاحة مفيش أي مشكلة. واللي حابب يحشيها كريمة برضو كنا عاملين حلقة قبل كده. وزي ما قلنا أهم حاجة الضغطة ديت هي اللي بتخلي الكنافة طالعة معايا متماسكة. وعلى طول نبدأ بالجزء التاني من الكنافة اللي هو نص الكيلو الباقي، ونبدأ نفرده على الحشوة من فوق كده، يعني نظام فرد كده. طبعا بعد ما نكون مقطعين الكنافة حتت صغيرة، نفرد الكنافة على الحشوة من فوق كده. وزي ما قلنا طبعا بعد ما نفرد بنضغط، أهم حاجة الضغطة بتاعتنا ديت عشان الكنافة تطلع متماسكة وتطلع طعمها جميل. موضوع سهل جدا، مش محتاج أي حاجة، أي حد ممكن يعمله. وطبعا الكنافة لو طازة أو كنافة بايتة مفيش أي مشكلة، كله شغال. أهم حاجة زي ما قلنا شوية السكر البودرة اللي احنا بنضيفهم دول مع شوية السمنة بيخلون الدنيا تمام. وادي كده ضفنا الكمية التانية من الكنافة. وطبعا ضغطة ايدينا ديت بنحس بمستوى الكنافة، الحتة العالية بنشيل منها بنحطها في الحتة الواطية ونسكن الكنافة. ومعايا اي صينية كده او اي حاجة نبدأ يعني نضغط ضغطة كده
عشان طبعا وش الصينية يطلع مظبوط. الضغطة دي طبعا بتساوي معايا الكنافة عشان الوش يطلع أملس. ضغطة خفيفة كده. وادي كمان الأحرف بتاع الصينية برضو نضغط عليه عشان نلاقي كله مضغوط، وكده الكنافة معايا تكون جاهزة على طول. طبعا قبل ما ادخلها الفرن بيكون معايا حوالي عن كوباية من السمنة، بنضيفها على وش الصينية من فوق كده. طبعا هي واخدة نص كوباية في واحنا بنقلبها، وادي كمان يعتبر كوباية او كوباية ونص كمان، يعني اللي حابب يزود اللي حابب يخليها لايت كده مش اي مشكلة. بنضيف على الصينية من فوق كده. طبعا احنا كنا عاملين ديت كان في زبدة، فالزبدة يعني خدت لون مننا كده. ونوزع الزبدة او السمنة على الصينية كلها. حد يقول يا شيف ممكن تتعمل بزيت؟ ممكن تتعمل بزيت. الكنافة ممكن تتعمل بزيت وتكون طبعا خفيفة برضو، او سمنة او زبدة، كله مفيش اي مشكلة، او ممكن سمنة بلدي. طبعا ديت الجرنشة اللي هنجرنش بيها الصينية. طبعا دلوقتي الصينية احنا دخلناها الفرن، تستوي دلوقتي في الفرن على نار هادية خالص. وديت شوية مكسرات اللي هو جوز هند وزبيب وسوداني، وضفنا عليهم شوية من العسل الكنافة. وطبعا دي هنزين بيها الكنافة. طبعا عسل الكنافة يا جماعة بيكون كيلو سكر عليهم كيلو الا ربع مية مع معلقتين كبار عسل جلوكوز. كيلو سكر لتر الا ربع من المية عليهم معلقتين كبار من عسل الجلوكوز وفانيليا. بعد ما نطفي عليها خالص بنسيب الشربات يكون بارد والكنافة طالعة سخنة من الفرن، ونبدأ نوزع الشربات كله بالتساوي كده على الكنافة لحد لما تاخد كفايتها وتكون كده جاهزة. يعني الكنافة سخنة والشربات بارد، والعكس طبعا لو الشربات سخن تكون الكنافة باردة. اما لو اتنين سخنين الكنافة طبعا هتطلع معجنة مننا. اهم حاجة شوية عسل الجلوكوز ديت مهمة جدا، دي اللي بيدي مطة في الكنافة ويخليها متماسكة وما يخليهاش مسكرة. عسل الجلوكوز مهم جدا في اي شربات، لازم استخدام عسل الجلوكوز ده. هو لو مش موجود عسل الجلوكوز مفيش مشكلة، بس ممكن السكر يطلع مسكر شوية مننا، لكن عسل الجلوكوز بيظبط وبتحس ان هي زي بتاعت المحلات بالظبط. طبعا عسل الجلوكوز زي ما قلنا ممكن نحط معلقتين، نحط 3، ممكن نحط ربع كيلو، يعني عادي مفيش اي مشكلة، يعني زيادته مش بتأثر معانا. بل بالعكس بيدي طعم أجمل، وبيخلي الكنافة أكنها أنت بتاكلها من بتاعة المحلات زي ما بندوقها من بره المحلات كده. بعد ما الكنافة سقيناها بالشربات بتاعها نبدأ نجرنشها بشوية مكسرات كده. يعني هنعمل ايه زي خطوط كده. طبعا الصينية ديت كانت رايحة زي مناسبة يعني كده. ف هنجرنشها كده اي جرنشة كده على السريع كده، يعني شوية من جوز الهند. هنبدأ نعمل خطوط طول وعرض كده، وشوية المكسرات اللي احنا ضفناها اللي هي الزبيب وجوز الهند والسوداني، اللي ضفنا عليهم شوية سكر بودرة وشوية من شربات الكنافة وقلبناهم مع بعض. هنبدأ نجرنش الصينية ديت. طبعا هي شربت الشربات بتاعها كلها، و بنسيبها تبرد خالص وبعد كده نبدأ نقطعها. طريقة سهلة جدا زي ما قلنا. لو مشينا على الخطوات دي ان شاء الله هتكون النتيجة صينية كنافة محترمة. وزي ما قلنا ممكن الحشوات اي حشوات نحطها جوه الكنافة، واللي حابب يطلعها سادة محبش المكسرات تطلع سادة كده. اهم حاجة هي الفكرة واحدة زي ما قلنا. وزي ما قلنا ممكن تتعمل بالزيت، تتعمل بالسمنة، بالزبدة، بالسمنة البلدي، كله تمام. اللي حابب يزود سمنة يقللها برضو، كله تمام. ديت كانت حلقة النهاردة، يا رب تكون نالت إعجابكم.
زي ما قلنا اهوت شوية مكسرات اللي احنا ضفنا عليها شوية من الشربات الكنافة هي متماسكة دلوقتي، يعني المكسرات ديت ماسكة بعضها كده شوية، فنبدأ نمسك حبة حبة كده ونضيفها في المكعبات الفاضية ديت كنوع من أنواع الجرنشة برضو. واللي حابب شوية جوز هند عليها من فوق دي كله، يعني هي الجرنشة ديت اختياري يعني. يا ريت اللي شاف الفيديو ما ينسناش من لايك والاشتراك في القناة وإفعال زر الجرس. كان معكم الشيف سامح عبد الفتاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.